يلا بينا بقى نعمل بيتي فور العيد بطريقة سهلة جدا ومقادير مظبوطة. هيطلع معاكم طعمه تحفة وبيدوب كده واحلى 100 مرة من الجاهز. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. عندي كوباية من الزبدة يعني بما يعادل 200 جرام، والزبدة هنا بدرجة حرارة الغرفة. هنزل عليها بنص كوباية من السكر البودرة يعني بما يعادل 60 جرام. هضرب الزبدة مع السكر كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم يبقى كريمي كده وهش وفاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الخطوة دي مهمة جدا، ما تستعجلوش فيها. هنزل عليهم باتنين صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة صغيرة من الفانيليا وهضربهم مع بعض كويس. انا بحب اعمل البيتي فور بصفار البيض بس، بيبقى طعمه غني كده وبيدوب في البق. وخلي بالكم بيبقى متماسك في الايد عادي جدا، مش بيتفتفت وممكن تحطوه فوق بعضه ومفيش مشكله خالص، بس هو بيبقى طعمه غني وبيدوب قوي في البق. لو انتوا مش حابين القوام بتاعه كده يبقى بدل الاتنين صفار بيضه حطوا بيضه كامله، هيبقى هش اكتر وكمان بيبقى انشف شويه. فده حسب ذوقكم، يعني شوفوا ذوقكم ايه واختاروا اللي انتوا عايزينه. بعد ما البيض معايا اختفى واتضرب كويس هبتدي انزل بكوبايتين من الدقيق يعني بما يعادل 250 جرام من الدقيق. وفي المرحله دي يا جماعه انا بلم العجينه بس، لكن مش بعجن كتير علشان برضو يطلع معاكم بيدوب كده وحلو وما ينشفش منكم في الفرن. وبس كده العجينه بقت جاهزه معايا بكل سهوله. العجينه بتبقى طريه وبتلزق بسيط قوي في الايد. طيب بقى لو عايزين نعمله بالشوكولاته يبقى هنعمل نفس الخطوات كلها. عند بس مرحله الدقيق هشيل معلقتين كبار من الدقيق واحط بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وطبعا بنخله كويس جدا علشان ما يبقاش فيه كتل، وبضيفه على خليط الزبده والسكر والبيض بعد ما اضربهم كويس. وبس كده بيبقى جاهز عندي البيتي فور بالشوكولاته. تعالوا بقى نشوف طريقه التشكيل. ده شكل القمع اللي انا بستخدمه في التشكيل، بيبقى شكله حلو قوي كده وبسيط وفي نفس الوقت بينجز معايا قوي. بحطه في كيس حلواني واقص كده على مقاسه، وبعد كده بحط العجينه بتاعه البيتي فور واضغطها كويس جدا عشان اطلع اي هوا زياده. انا هنا اشتغلت في العجينه على طول لان الجو عندي كان حلو فالعجينه ما ساحتش مني. لو انتوا بتعملوا والعجينه سخنت منكم قوي وساحت يبقى لازم تحطوها في التلاجة شويه علشان تتماسك كده وتبقى سهله قوي في التشكيل زي ما انتوا شايفين كده. وبشكله في الصاج من غير ما ادهنه اي حاجه لان العجينه مليانه زبده فمش محتاجه ان انا ادهن. بيعمل لي كميه حلوه قوي رغم ان هما كوبايتين دقيق بس بجد بيعمل كميه حلوه قوي. شكلت اللي بالفانيليا وبشكل الشوكولاته بنفس الطريقه. بكون مشغله الفرن قبل ما ابدا خالص على درجه حراره 180، بيدخل على الرف الوسط. عايزه اقول لكم بس حاجه مهمه جدا، لو انتوا عاملين كميه كبيره يبقى حطوا السيجان في التلاجة لحد ما الصاج اللي في الفرن يخلص برضو علشان العجينه ما تسحش منكم، عشان لو سخنت قوي ودخلتوها الفرن ممكن يفرش معاكم ويبقى شكله مش حلو خالص. بياخد في الفرن من 10 ل 15 دقيقه. انتوا هتلاقوا الجوانب بدات تلون كده وتبقى لونها ذهبي فاتح، وكمان بياخد لون من تحت حلو كده. بس كده يبقى تشيلوه على طول، وطبعا ما تلمسوش خالص طول ما هو على الصاج، لازم يبرد على الصاج علشان يكمل برضو سوا ويبقى حلو وما يتفتفتش منكم. شايفين بقى هش وحلو ازاي؟ بجد تحفه يا جماعه. للتزيين بقى هتجيبوا 200 جرام من اي نوع شوكولاته بتحبوه. انا بحب بتاع الدريم قوي، انا بستخدم اللي بالحليب، ممكن تستخدموا الدارك وممكن تستخدموا البيضه كمان. كل 200 جرام من الشوكولاته بياخد معلقتين كبار من الزيت، بسيحهم كده في الميكرويف 30 ثانيه في 30 ثانيه لحد ما يسيحوا. ممكن طبعا تسيحوهم على حمام مائي مفيش مشكله خالص. ببتدي بقى الزق البيتي فور بتاعي، بحط كده كميه من الشوكولاته في النص وبعد كده بحط القطعه التانيه من البيتي فور والزقها بقى بالشكل ده. طبعا ممكن تلزقوهم بالمربى بس المربى بتخليه يطرى شويه بعد فتره. بخلص الاول الكميه كلها وبعد كده باخد البيتي فور احطه تاني في الشوكولاته، وبعد كده بقى بحطه في مكسرات او جوز هند او حتى سبرينجلز ملون علشان بقى العيد وفرحه العيد الولاد بيفرحوا بيه قوي. وبحطه على كيس بلاستيك كده علشان بس الشوكولاته تجمد معايا. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى بيتي فور. شايفين بقى شكله تحفه ازاي وطعمه مش قادره اوصف لكم خطير ازاي. يلا بقى قوموا جهزوه من دلوقتي علشان العيد، وحتى الناس اللي ملهاش في المطبخ هينجح معاها من اول مره وهيعجبكم قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.